تصورت ايه يا جماعة؟ ان ساعات الواحد يدخل لربنا بطلب، زي ربنا مثلا قاعد على مكتب كده وزير او بتاع، وانت مقدم له طلب، وبعدين ايه، انا واقف قدام ربنا بديله الطلب، بقول يا رب معلش الطلب ده مهم. حاضر يا حبيبي. يا رب انا بفكرك الطلب ده مهم قوي عندي. حاضر يا حبيبي، اتفضل انت، خلاص طلبك عندي. يا رب اوعى تنسى. لا يا حبيبي مش هنسى. قبل ما اطلع يا رب بفكرك. ايوه يا حبيبي انا فاكر. وبعدين هات يا رب الطلب، شكلك مش هتعمل حاجة. الله، صدقوني ده بالظبط اللي بنعمله. قبل ما بتطلع من الصلاة بتبتدي تفكر في المشكلة. الله، يعني سحبت الطلب، مش انت سبت الطلب عنده؟ بتفكر فيه ليه دلوقتي؟ مش حطيت المشكلة قصاده؟ يعني الموضوع بتاعه هو، انت بتعيد النظر ليه؟ ما كونك تطلع من الصلاة تفكر في المشكلة تاني، يبقى بالظبط زي اللي قدم الطلب وقال له شكلك مش هتعمل حاجة. هات. احنا بنعمل كده مع ربنا، وبعدين نرجع نقول ايه، هو ربنا ما استجابش ليه؟ يا اخي خلي عندك شوية مش عارف ايه، ما استجابش. هو انت سبت له الطلب؟ ما انت عمال تفكر فيه. انت قلت له حل وانت مصر انت اللي تحل. ما هو يا يحل هو يا تحل انت. فانت ما عندناش ايمان انك تسيب الطلب وتطلع خفيف، ما عندناش لسه. احنا عندنا مواقفنا مش مظبوطة.